وعلى فكره احمد رفعت جات له عروض من انديه اوروبيه تانية غير الثلاث نوادي دول، وهقول لك عليهم بسرعه. عندك مثلا نادي اراو السويسري، كانوا عايزين يشتروا اللاعب اعاره بمبلغ 30,000 يورو بس نادي انبي رفض. وعندك نادي سبورتيفا البرتغالي، بس نادي انبي رفض بسبب المقابل المادي برضه. وكان في عرض من نادي ناسيونال البرتغالي وانبي رفض برضه، وهنا بسبب ان النادي البرتغالي عايزين اللاعب من غير مقابل، وغيره بقى من العروض اللي اتقدمت لاحمد رفعت واترفضت. وكمان ما تعرفش هو نادي انبي كان ايه المبلغ اللي عايزينه يدفع في اللاعب ساعتها. وكمان اكيد ما فيش نوادي اوروبيه هتعرض مبلغ مالي ضخم عشان يتعاقدوا مع اي لاعب شاب، خصوصا في الدوري المصري. وخصوصا كمان انهم زي ما قلت لك ما كانوش محددين سعر لاحمد رفعت ساعتها. نادي عندك يا احمد واخد قرار بانه سعر معين يعني كان لا مش واخد، مفيش سعر معين. هو ده اللي انا كنت بحتار فيه شويه في الكلام، ان كنت بحاول اعرف من النادي، لكن ما حطوش سعر معين. لكن النادي عندك مش محدد سعر ليك؟ لا لحد دلوقتي. لكن عندهم استعداد. بيساعدوني بصراحه يعني. الناس بتتكلم بشكل كويس. معنى ان هم يطلعوك ككابتن، ان انت لو جالك حاجه والكلام ده كان ممكن يرخموا لك بعد كاس العالم والكلام ده كله. لكن بالمناسبه هم فعلا رخموا بعدها، ولما رفضوا العروض اللي اتقدمت له بسبب المقابل المادي قالوا له نفكر في الموضوع اللي بعد كاس العالم للشباب 2013. بس المفاجاه اسمعوا بنفسكم. وهم برضو طلبوا ان النادي ان انا اروح. سبحان الله، يعني كان ممكن حياتك كان الموضوع يبقى مختلف تماما. طبعا. طبعا. وامبي رفض ساعتها. يعني قالوا الفلوس اقل شويه، وان احنا هنبتدي نفكر في الموضوع بعد كاس العالم. بعد كاس العالم هيجي لك حاجات احسن وكده. كنت لسه صغير مش فاهم حاجه، كان عندي 19 سنه. فكاس العالم كان في شهر 7، وانا ما كنتش واعي قوي انه الخيط بيقفل في الفتره دي، فخلاص كانت كل حاجه قفلت. وعلى فكره احمد رفعت ما عندوش مشكله انه يلعب لاي نادي اوروبي حتى لو موجود في درجه تانية، اهم حاجه انه يحترف بره مصر. بس للاسف الموضوع كله بيبقى موقوف عند موافقه نادي انبي.